الحقيقة أنا عندي مشكلة عويصة كبيرة مجعلصة، عايز أتكلم فيها. بس من الآخر كده مش هتكلم فيها، لأن إحنا هنا في مصر أي حد عنده مشكلة بيتكلم فيها مع حد، آخر الكلام كله حاجتين اتنين بس. يبقى معلش، اللي هو فاكر إن هي بيها دواء جروحي وشافها مرضايا، يعني خلاص أنا كده بقيت تمام قوي، ولا في أي حاجة حصلت، معلش الحمد لله، متشكر على تعبك معايا. تاني رد بقى اللي هو إيه، عايز إيه من الشعب المصري؟ هو الشعب المصري كده، يعني مش فاهم. وكأن مثلا الشعب المصري ده حد مش موجود معانا، مش هسمع الكلام اللي هيتقال عليه، او حد موجود معانا بس مش بيتكلم عربي، مش فاهم اللغه، فنشتم براحتنا ونتكلم براحتنا بقى. ليه وصلنا لكده؟ ليه بقينا تافهين قوي كده يعني؟ ليه بقينا نسف على بعض؟ هي دي يعني، هي دي نقطه حواري، بدايه كلامي. ليه بنسف على بعض؟ وبعد ما نسف على بعض يعني المشكله ان السف بقى يشهر، اقسم بالله في ناس اتشهرت من السف عليها، وعارفين مين، مش من غير ما نقول اسامي، بس احنا عارفين مين اللي اتسف عليه واتشهر. وبعد ما اتشهر، انت مين اللي شهرك؟ ايه سبب شهرتك؟ عايز تعرف ايه سبب شهرتك؟ بص في مرايتك، انت السبب. انت دلوقتي بالسوشيال ميديا انت صانع قرارك، انت اللي بتعمل الحاجه اللي حواليك، انت اللي بتكونها. عايز ده ينتشر هينتشر، عايز ينزل الارض هينزل الارض، عايز يتصف عليه هيبقى اشهر واحد في مصر. وده حصل وبيحصل كل يوم. احنا شعب يعني زياط، بنحب الزيطه. في الشارع نبقى ماشيين مثلا نلاقي خناقه، اوه، لازم اتفرج، لازم اعرف ايه اللي بيحصل، لازم ازود عدد الناس اللي في الشارع عشان المنظر يبقى اكبر واكبر، ونشوف ايه اللي يحصل بقى. وهنا يشتغل بقى ايه؟ عنصر الفتاين، اللي هو لسه جاي قبلك من سنتين في الخناقه بالظبط، تيجي تقول له ايه اللي حصل؟ بص يا باشا يا زميلي، بص يا زمل، اللي حصل بالظبط الواد ده على وضعه. والله البت دي كانت ماشيه، الواد ده عاكسها زي ما بقول لك، الواد ده عاكسها، الواد ده راح بص عشان على وضعه، ضربه عجله، جاب اخواته فرتكوه. الكلام اللي انا قلته ده لو حد طبيعي سمعه مش هيفهمه، لكن احنا مصريين هنفهمه. على وضعك يا زميلي. ليه بنتكلم كده؟ ليه بقينا نتكلم بمصطلحات غريبه؟ يعني غير ان احنا بنتكلم بمصطلحات غريبه بقينا نخترع كلام، يعني بقينا نخترع حروف. والله يعني است، انا هستغبى، انا هستعشى، بقينا نخترع كلام. والله يعني حاجه صعبه، حاجه صعبه، حاجه صعبه في حياتنا ان احنا نبقى ماشيين مبدأ احنا مش فاهمين بعض غير بالتخلف. والله يعني عشان تتكلم مع حد مصري يفهمك مش لازم تقول كلام، والله يعني لازم تحس الكلام. حسيت الكلام اللي قدامك هيحسه، هيوصل له احساسك، اللي هو عشان كده برضه في الاخر ممكن يبقى هو ده الرد المقنع بتاع معلش. يعني معلش باحساسك غير معلش، يعني غير معلش، معلش يعني كل واحد بقى واحساسه. تاني حاجه، احنا شعب سريع في اتخاذ قراراته، وابسط حاجه على كده باينه في الشوارع كتير جدا، والله كتير جدا. واحد مصري ماشي في الشارع اتزنق، هيفكر يخش الحمام؟ لا، هيقولوا عليا معفن، اخش الكافيه عشان اطرطر؟ ايه العفانه دي؟ لا لا لا، انت صح. لكن اسهل حاجه انك تقف في الشارع، خلصت بتبيهك، طرطرت في الشارع، من انت كده معفن، برضه انت معفن. يعني بدل ما تخش الكافيه واربعه خمسه يقولك معفن، لا، بقى الشارع كله شايفك معفن. فكر فيها، فكر قبل ما تاخد اي قرار، قبل ما تعمل حاجه فكر فيها، فكر فيها.